قلت أنا في 2001 الجزائر راح الدولة الجزائرية تمشي إلى الضعف في ما بين 2001 و2010 وتمشي إلى التميع ما بين 2011 و2020. خلينا ناخذ دقيقة باش نقول لك ما هو مؤشرات التمييع. مؤشرات التمييع أولا ما يسمى بتأسيس الجهل والكسل. يعني معناه كل ما كنت جاهل كل ما كانش عندك قدرة على العمل كل ما كانت عندك فرصة لتصل إلى أعلى درجات الحكم. المؤشر الثاني واش هو تعميم الفساد في كل المؤسسات. المؤشر الثالث واش هو عبادة الأشخاص. المؤشر الرابع واش هو كون عدد قليل من الشخصيات ياخذوا قرارات بدل المؤسسات المؤهلة لأخذ هذه القرارات. والمؤشر الخامس والأخير فيما يخص الدولة مميعة هو كون الأقطاب داخل الحكم مميعة فيما بيناتها متفتتة فيما بيناتها. وبالتالي خلينا ننظر إلى هذه المؤشرات الخمسة. هل مش متواجدين؟ متواجدين. وبالتالي بالتأكيد رانا ماشيين للمال أحمد عقبة. درك اليوم بقات أن هاد المسؤولين هل يفهموا هذه الأمور ولصالحهم ولصالح عائلاتهم ولصالح المقربين منهم ولا يخلوا البلاد تمشي إلى الانهيار وبالتالي الانهيار مع الأسف عندك سي أحمد بن